السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين الجمال وشايفين العظمة دي؟ هنعمل مع بعض النهاردة بيتزا إيطالية بطريقة سهلة جدا 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 وبمقادير بسيطة قوي قوي قوي، وموجودة في كل بيت ومن غير اي افتكاسات ولا اضافات، ملهاش اي 30 لازمة. حاجات بسيطة جدا جدا هتطلع معانا احلى واجمل عجينة بيتزا ممكن تعمليها، وعن تجربة وتحدي للي هيعملها بنفس المقادير دي وما تطلعش معاه اخطر بيتزا ممكن يشوفها يبقى على حق. هنشوف معانا المقادير يلا. بالظبط معايا 600 جرام من الدقيق، ومعايا 375 جرام مية، ومعايا 175 جرام زيت، ومعايا كيس خميرة فورية. تمام. ومعايا معلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح صغيرة. تمام كده، دي المقادير بتاعتي. اول حاجة بقى نجيب العجان بتاعنا كده، واول حاجة هننزل بيها المية، وبعدين هنزل بالزيت، وبعدين انزل بالخميرة الفورية بتاعتي والمعلقة السكر، وبعدين ادوب كله مع بعضه كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده انزل بالدقيق بتاعي، وانزل بمعلقة ملح صغيرة. هقلب بس الملح كده مع الدقيق من فوق الوش، وبعدين العجان هيخلط لي كله مع بعضه. هشغل بقى العجان بتاعي على سرعة هادية في الاول، الخليط كله يتجانس مع بعضه. بعد كده هعلي العجان على سرعة عالية لحد ما العجينة تلم معايا بقى وتاخدي احلى قوام عجينة واحلى ملمس ممكن تشوفيه، وعجينة ناجحة 100%. وفعلا فعلا لو جربتي الطريقة دي بنفس المقادير بالظبط، والله هتاخدي احلى بيتزا ممكن تشوفيها في حياتك. فعلا بيتزا ايطالية على حق، وهي دي بالظبط بالظبط نفس مقادير البيتزا الايطالية، والمكونات دي بالظبط، من غير بقى لبن بودر، من غير لبن فريش، من غير الكلام ده كله. تاخدي، شايفين العجينة، شايفين العجينة، شايفين ملمسها، شايفين القوام، شايفين جمال العجينة عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة ما شاء الله، تحسي كده حاجة زبدة زبدة حاجة جميلة جدا جدا. هنجيب بقى بولة كده علشان نحط فيها العجينة ونسيبها تخمر. احط شوية زيت صغيرين وادهن الطبق بتاعي او البولة بتاعتي كده بالزيت، علشان اما العجينة تيجي تخمر ما تلزقش. انا هنا كنت بوريكم بصبعي كده ان في فقاقيع في العجينة، معنى كده ان العجينة معجونة عجنة صح جدا، وعجينة ناجحة قوي قوي قوي. هنحطها بقى هنا في البولة بتاعنا وندهن وشها بزيت بسيط جدا. وبعدين هجيب بقى، لو عندك استرتش راب هتغطيها بيه، مفيش انا فتحت كيس تلاجة وغطيتها بيه وغطيتها بفوطة المطبخ، وهسيبها بقى ساعة كاملة تخمر. اهم حاجة في العجينة بتاعتي دي ان هي تخمر كويس. بصي سيبيها اقل حاجة ساعة، ممكن تسيبيها ساعة ونص مفيش مشكلة. اقل وقت ممكن تسيبي العجينة تخمر فيه ساعة. هسيب بقى العجينة بتاعتي تخمر على جنب، واعمل احلى صلصة بيتزا ممكن تشوفيها ممكن تعمليها. وبرضو صلصة بدون اي افتكاسات، صلصة هادية جدا، ريحتها جبارة، طعمها خطير جدا. معايا بقى معلقة كبيرة من صلصة طماطم. لو عندك طماطم حمرة قوي قوي اعملي الصلصة في البيت. مفيش، انا الطماطم اللي عندي لقيتها مش تديني الحمار اللي انا عاوزاه، فجبت صلصة معلبة جاهزة، خدت منها معلقة كبيرة صلصة، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الكاتشب، وحطيت معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، ربع معلقة ملح، ومعلقة زعتر. تمام. الزعتر بقى اهم حاجة في البيتزا، الزعتر. انا ما بحبش احط الزعتر في العجينة، بحبه جدا جدا في الصلصة، ما بيبقاش باين، ريحته وطعمه بيبقى جميل جدا. حطيت بقى معلقة من الزعتر، انا بفركهم على ايدي كده عشان هم كانوا خشنين شوية. وحطيت ريحان، ريحان مفروم برضو، ريحان ناشف. يستحسن يكون عندك ريحان اخضر فريش، بس طبعا احنا مش متوفر عندنا الريحان الفريش، فحطيت ريحان بودر، ريحان ناشف. وحطيتهم بقى كده وقلبت الصلصة بتاعتي كويس قوي. ويا سلام بقى على الريحة، يا سلام على جمال الصلصة وريحتها وطعمها.
تحفة بجد. كده خلاص الصلصة بتاعت البيتزا جهزت، هركنها على جنب واجهز الحشوة اللي هحشي بيها البيتزا. انا هنا هحشي بالسجق، ولادي عاوزين سجق، عاوزين بيتزا بالسجق. فعندي بقى هنا جريلا كده او طاسة، هحط فيها شوية زيت وانزل ببصل كده متقطع حلقات او جوليان زي ما انت عاوزة. ممكن تقطعيه حلقات صغيرة لو ولادك ما بيحبوش البصل يبان في الاكل. هسيب بقى البصل كده لحد ما يدبل شوية كده واقلبه كويس، وبعدين هنزل بمعلقة توم، معلقة توم مفرومة، واقلبها كويس قوي واسيبها بقى تتشوح كويس جدا مع البصل. انا عايزه ادي البصل تصفيره خفيفه قوي قوي قوي، يعني انا مش هحمره ومش هسيبه ابيض، لا انا هديله تصفيره بسيطه جدا. هصفر البصل بتاعي تصفيره بسيطه كده مع الثوم، وبعد ما يتصفر تصفيره بسيطه كده هنزل بقرن واحد فلفل حامي، وعندي قرن واحد فلفل رومي قطعتهم صغير كده او حلقات صغيره، ونزلت عليهم نزلت على البصل وهقلبهم كويس قوي مع بعض. ماشي، لما يتشوحوا كده تمام قوي، وبعد كده بقى هنزل بالسجق بتاعي. تمام، السجق بتاعي فريش بلدي، فعشان كده مش هتلاقوه مجمد، يعني مش ماسك في بعضه، انا قطعته كده بالعافية وهو سايب. فهنا بقى حطيت السجق بتاعي وهقلبه كويس قوي، مش هحط اي توابل نهائي علشان ما غيرش طعم البيتزا بتاعتي، ولا هحط كمان ملح. السجق بتاعي بيبقى مالح شوية، طبعا السجق كلنا عارفين بيبقى جاي مالح، والسجق طبعا بيبقى مليان لعينه توابل فطبعا مش هنحط توابل، مش هنضيف اي حاجة علشان ما نغيرش طعم البيتزا بتاعنا. تمام، هسيب بقى السجق بتاعي لما يتشوح كده ويستوي، وكل شوية هقلبه كده علشان ما يتحرقش برضو مني. انا مش عايزة احمره قوي، انا عايزة بس اشوحه كده واديله تصفيرة بسيطة. وخلاص خلصنا الحشو وركناه على جنب، وجينا بقى للقنبلة بتاعنا، العجينة الخطيرة. نديلها بوكس كده، ننزل التخمير منها ونلمها بقى على بعضها كده. احلى عجينة بيتزا ممكن تعمليها، واجمل ملمس واجمل عجينة، اقسم بالله عجينة جميلة. انا بعتمد الطريقة دي على طول، ما بغيرهاش، ولا بقى لبن بودر ولا لبن سايل ولا الكلام ده خالص. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ شايفين الملمس؟ شايفين الجمال؟ انا بقى عندي الكمية بتاعتي دي عملت لي صينيتين، الصينية الواحدة مقاس 32. تمام، هجيب بقى الصينية بتاعتي كده، اول صينية، وهعفرها بشوية دقيق صغيرين جدا، مش هكتر الدقيق، تعفيرة بسيطة قوي. واخد بقى العجينة بتاعتي كده وافردها كويس قوي في الصينية، واخليها متساوية كل جنب زي التاني. هسويها كويس قوي كده، وهاجي من الحرف واعلي الحرف بتاعها كده شوية علشان تبقى زي البيتزا اللي بنشتريها جاهزة من بره بالظبط. تمام، الحرف ده بيبقى جميل جدا جدا بعد ما بيستوي. عفوا، جت لي شرقة الشرقة بتيجي في اوقات غلط قوي. المهم ما علينا، خلاص ظبطنا كده العجينة بتاعنا وفردناها كويس قوي، وعملنا لها حرف زي ما شفنا كده، وجبنا الصلصة بقى بتاعنا وهنحطها اول حاجة بتتحط على العجينة، الصلصة بتاعت البيتزا. هنفردها كويس قوي على العجينة بتاعنا كده. لا في ايه بقى، اظبطي هنفرد الصلصة بتاعنا كويس قوي كده على العجينة كلها، وبعد كده هحط الجبنة الموتزاريلا بتاعتي. انا هنا كان عندي شوية جبنة موتزاريلا وشوية جبنة ميكس، الميكس ده موتزاريلا على شيدر على رومي. تمام، فحبيت احط من ده ومن ده عشان يديني طعم كده كويس، ونشوف هتدينا مطة ولا لا هنزل بقى بالحشو بتاعي كده زي ما انتم شايفين. قسمت السجق على نصين علشان احط نص على الصينية دي ونص على الصينية التانية. هفرد بقى الحشوة بتاعتي كده في البيتزاية كلها، وعندي بقى زيتون مخلي، هحط زيتون مخلي كده على الحشو.
اهو الزيتون المخلي بتاعي اهو. هوزعه بقى كويس كده علشان البيتزا كلها يبقى فيها من كل حاجه. حاجة انتي عاملاها في البيت جميلة جدا جدا، وحاجة نظيفة، وحاجة مش هتكلفك زي اللي بره مستحيل. يعني الموضوع ده كله ما كلف البيتزتين، ما جابوش حق حتى ما كلفونيش في عمايلها في البيت حق بيتزاية ومن بره. يعني انا ممكن كنت اعمل 3 أو 4 بحق بيتزاية من بره. يعني ما شاء الله مش مكلفة، موفرة جدا وبسيطة اوي وناجحة جدا 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 جدا. خلاص حطينا الحشو، حطينا الجبنه الموتزاريلا بتاعنا على الوش، ودخلتها بقى الفرن بتاعي. كنت مسخناه وانا بادئه افرد العجينه في الصينيه. الفرن بتاعك لازم يبقى سخن جدا جدا جدا، وركزي قوي في الحته دي، لازم يبقى سخن قوي. سخني الفرن بتاعك على قد ما تقدري، يعني لو سخنيه قبلها بنص ساعه بتلت ساعه، يبقى الفرن معاكي سخن قوي، تدخل العجينه ما تاخدش وقت وتاخد اللون الجميل بتاعها، لان طبعا كل حاجه عندنا مستويه والعجينه ما بتغيبش في التسويه. تمام. انا دخلتها على الرف اللي هو فوق، ما حطيتهاش على الصاجه من تحت، علتها علشان ما تتحرقش معايا وتاخد لون كده ايه هادي كده وجميل. هنا بقى عندي فردت العجينه في الصينيه التانية اهي، وبرضو اول حاجه حطيتها الصلصه بتاعت البيتزا فوق العجينه على طول، وبعدين نحط الجبنه الموتزاريلا ونحط الحشو بتاعنا والزيتون المخلي. اي اضافات عايزه تحطها، ممكن تحط فلفل اخضر، ممكن تحطي لو بتحبي طماطم، اللي انت عاوزاه زوديه زي ما انت عاوزه، يعني مش هتقولك لا. تمام. خلاص حطينا بقى الزيتون وحطينا الحشو، هننزل بقى بالجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا كانت على الصينيه دي شويه لان كانوا اخر حاجه عندي، يعني ظبطنا اول صينيه وكانت مليانه قوي، والتانية كانت بسيطه شويه بس كانت روعه بصراحه. هنا بقى البيتزا بتاعتي ما شاء الله ما خدتش وقت، يعني لو قلت لكم ما خدتش 5 دقايق او اقل كمان من 5 دقايق مش هتصدقوا طبعا. وعجينه ممتازه، تسويه روعه. ما شاء الله انتوا شايفين كان حجمها اصلا في الصينيه قبل ما تدخل الفرن كانت قليله قوي. شايفين الطروف بتاعها نفشت كده وعلت وجميله قوي، وخبزها حلو ومقاديرها كويسه وتسويتها جميله جدا، واحلى بيتزا فعلا ممكن تعمليها. هي دي البيتزا اللي يتقال عليها خطيرة، هي دي بقى. جميلة جدا جدا، نفسي كلكم تجربوها بنفس المقادير دي بالظبط. ولو عندك ميزان يا ريت توزني كل المقادير بتاعتك، تطلع معاكي العجينة مظبوطة جدا، وتطلع معاكي يعني بصي مظبوطة بالملي، كل حاجة فيها بالملي. هنا بقى انا ما سبتهاش تبرد ولا تهدى ولا اي حاجه، انا اشتغلت فيها كده على طول وقطعتها. شايفين ماسكه السكينه بنجيب كرش البيتزايه. هنا بقى قطعتها زي ما انتم شايفين، وهوريكم بقى حته منها كده. الله 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 على الجمال، الله على الحلاوه، الله على التحفه. شايفين الارضيه بتاعتها جميله جدا. الجبنه يعني كالعاده الحمد لله ما بجيبش جبنه عدله ابدا وتطلع بتمط، يعني مطه بسيطه كده، بس هي كان طعمها جميل، الجبنه كانت طعمها حلو قوي بس مطتها مش عاليه قوي. فبس احنا بقى دلوقتي بنتكلم على العجينه بتاعنا وعلى البيتزا نفسها. حاجه وهم الله اكبر، تسويه مظبوطه جدا. بيتزايه شفتوا انتوا شفتوا القطن، حاجه كده زي القطن، حاجه بتدوب، حاجه هشه جدا، حاجه تحفه بتدوب في بقك، حاجه نظيفه قوي 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 وفي البيت، يعني حاجه خطيره بجد، خطيره خطيره خطيره. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين شكلها وسمكها، حاجه كده ما شاء الله الله اكبر. ودي الصينيه التانية اهي بعد ما طلعت من الفرن، حاجه جميله جدا جدا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وعلشان تشجعوني اعمل لكم وصفات سهلة جدا وخفيفة وعلى قد ايدينا. وفي رعاية الله، سلام عليكم.